تتساقط كل يوم أسماء وأشخاص ما كان لأحد أن يتوقع أن تكون لها أدوار ظهرت فيها مؤخرا. من هذه الأسماء ما كان يسمى بالمفكر والمناضل عزمي بشارة، الذي تكشف دوره التخريبي ليس في سوريا فقط وإنما في العالم العربي برمته. قصة بشارة العضوي في الكنيسة الإسرائيلي بدأت منذ هروبه الغريب والمريب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة الخطر المحدق بحياته من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن بعد هروبه ذاك ولجوئه إلى قطر التي تحتفظ بأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العالم، أخذت صورة عزمي تتوضح أكثر من خلال ظهوره الدائم على قناة الجزيرة وتنظيره وبث الفتن في هذا البلد العربي أو ذاك. اليوم ينسى عزمي بشارة ما كان يقوله عن سوريا بأنها الأم الكبيرة التي تحتضن جميع أبنائها. نسي ذلك لأن أمر العمليات قد جاءه على ما يبدو ليفتح النار على هذه الأم الكبيرة عبر بث الفتن والتحريض عليها لزعزعة استقرارها. فكيف يتم ذلك عبر قناة الجزيرة؟ بدون الأردن، بدون الأردن، الأردن بلا. اوكي احنا فاصل خلاص. احنا ما نعرف اني اوف اير ولا اون اير. سمعت بدون الأردن، سمعت لا تكون تقول سمعت بدون الأردن. تكون سمعت بدون الأردن. لا لا من اللحظة ذيك كنا ما بدون الأردن. احنا سوريا بشكل. البحرين ركزت عليها كثير، عندك عقد انت بس ممتاز. طلعت لي كل عقدك والله ممتاز والله كل قصصك مع السعودية. طبعا بيض صفحة المؤسسة، بيض صفحة المؤسسة، بيض صفحة المؤسسة. واسمع كمان اخوك الصغير، بيض صفحة المؤسسة. والله لو قعد 100 سنة ما قالوا كلام. بيض صفحة المؤسسة، هذا اهم شيء. لا بعد احنا هجمناهم، يعني هم نص تعليقاتهم مرضية يعني قبل ما يصير شيء وين الجزيرة كان. وهذا بسوريا اليوم يعني الكويتيين اللي ما طلبوا ثورة شغالين علينا. وين اللي كانوا طول عمرهم هجموا. هذا عم نحكي هاي انه طب ليش بدكم فجأة الجزيرة وهناك بدكم مش هيك بتمشي الامور؟ بس كيف لحد هلا؟ جدا والله جدا. شباب ابو زايد، انا ممكن نمدد الوقت شوي؟ ممكن بالنسبة لكم نمدد الوقت قليلا ولا؟ لأنه بدينا متأخر 7 دقائق. 40 اوكي خلص. لا ممتاز. لو هلا 45 باقي 40 دقيقة. ايوه في 45 في بكفونا على سوريا 40 دقيقة. بكفونا على سوريا 40 دقيقة. بكفونا على سوريا 40 دقيقة. هذا اعتقد انه كافي صح. بديت امرك بس نبي نفلح ندخل المرات الجايه. احنا ما حكيناش عن التدخل الغربي في ليبيا اللي عقد انا بجيبها بشي وقت. طيب احنا جاهزين اذا اردتم. التدخل الغربي لازم اجيبها بشي وقت. دكتور فضلا الامر، عندك طاوله؟ ابو عمر في طاوله بس لان الكوب طالع 20 ثانيه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الخاص مع المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، مدير المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات هنا في الدوحه. حديث على هامش كل